اول ما تبدا كاخصائي نفسي ممكن تحس انك مش عارف تسعر جلساتك صح، او تحس بالذنب، او تحس ان انت بتسعر باسعار اعلى من السوق. لكن الحقيقه ان تسعير الجلسات ده مش رقم، ده انعكاس لقيمتك وخبرتك والجوده اللي انت بتقدمها. تحديد السعر مهم لانه بيحدد نوعيه العملاء اللي هيتعاملوا معاه، وفي نفس الوقت بيعكس جوده الخدمه اللي بتقدمها، وبيساعدك كمان انك تقدر تبني براند قوي ومستدام. رقم واحد، حاول تقيم خبرتك. كل ما زادت خبرتك وشهاداتك كل ما زادت قيمه جلساتك. انا متخصص في ايه بالظبط؟ ايه اللي يميزني انا عن غيري؟ هل انا عندي شهادات او تدريب اضافي يزود من قيمتي ولا لا؟ رقم اتنين، حاول تعرف السوق بس ما تبقاش تابع ليه. يعني مهم جدا انك تعرف متوسط اسعار الجلسات في المنطقه بتاعتك، لكن ما تخليش ده العامل الوحيد اللي يحدد السعر بتاعك. رقم ثلاثة، حدد تسعير مناسب للمستوى بتاع العملاء المستهدفين بتوعك. يعني لو بتستهدف فئه مستعده تدفع مقابل جوده عاليه، سعرك هيكون مختلف تماما عن انك بتقدم الخدمه دي لفئه ثانيه محتاجه اسعار اقل. رقم أربعة، استخدم استراتيجيات تسعير ذكيه، زي مثلا التسعير المتدرج، ان يكون عندك فئات مختلفه من الخدمات باسعار مختلفه، او نظام الباقات اللي بتقدم فيه جلسات مجمعه سعرها اقل من الجلسات الفرديه، او انك تشتغل بنظام الجلسه التجريبيه، ودي بتكون عن طريق انك بتحط سعر مخفض لاول جلسه عشان تبدا تعرف العميل بالخدمه. رقم خمسة، خليك واثق في نفسك وفي سعرك. لما تقدم جلساتك بسعر عادل للقيمه بتاعتك هتلاقي العملاء الصح بيجولك من غير ما تضطر تقلل السعر لمجرد انك تنافس. ومن الاخر، قيم خبرتك وقدراتك واعرف السوق، لكن ما تبقاش تابع ليه. حدد السعر وفقا للجمهور المستهدف بتاعك، واستخدم استراتيجيات تسعير مرنه، وخليك واثق في قيمتك وفي سعرك، وده كله مش هيخليك تبقى حاسس بالذنب.